بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا بوجودي في مملكة البحرين الشقيقة، ومشاعري من كل النواحي كمواطن خليجي وكسعودي وكرياضي. أسعد بأن أتواجد في هذه الأيام مملكة البحرين، وأجدها فرصة سانحة لأتقدم بالشكر إلى جلالة الملك، وإلى سمو رئيس الوزراء، وإلى سمو ولي العهد، وإلى جميع القائمين على هذه البطولة. وأخص بالشكر أخي الغالي الشيخ ناصر وكل الحقيقة القائمين على هذه البطولة لما وجده جميع الفرق الخليجية من اهتمام كبير. هذه البطولة مثل ما قلت في طرحك فعلا هي كانت حلم لدينا كخليجيين تحقق. الاستفادة أنا متأكد ستكون كبيرة جدا، وسيستفيد منها كل الألعاب المشاركة وكل الفرق المشاركة، وستكون فرصة سانحة لهم لأن يتأكدوا من قدراتهم الفنية للمشاركات القادمة. والحقيقة لا أقولها مجاملا ولكن أقولها صادقا، أنا أهنئ البحرين من الآن على نجاح هذه البطولة وهذه الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله أن تظهر بجميع ألعابها بالشكل الذي يخدم أهداف هذه البطولة. وإن شاء الله دائما وأبدا هذه العلاقة الأخوية بين جميع دول الخليج أن تستمر لما فيه خير هذه الشعوب تحت توجيهات القيادة في دول مجلس التعاون. شيء بالشيء يذكر، غدا يوم آسيوي طويل على الفرق الخليجية والعربية. السعودية تقابل تايلاند هناك في تايلاند، سمو الأمير نواف ماذا يقول عن هذا اللقاء؟ والله هو مباراة مثل باقي يسعى المنتخب إن شاء الله السعودي للحصول على هذه النقاط، وجميع ما يمكن عمله عمل، سواء من تفريغ للإدارة الخاصة بالمنتخبات، جلب الحمد لله اسم تدريبي عالمي ومعها أيضا مساعدين عالميين، ثقتنا كبيرة باللاعبين، توفيق بيد الله سبحانه وتعالى. لكن في النهاية لابد أن نعرف أن هذه رياضة فيها فوز فيها خسارة، وأنا ثقتي بالمنتخب السعودي كبيرة، ولكن أيضا في نفس الوقت إحنا نعمل في الرئاسة العامة لرعاية الشباب لكل الرياضات ولكل المناشط الشبابية والرياضية، فلذلك يعني تجدنا مهتمين بالأمور كلها. ولكن إن اللي أقوله إنه لا نلوم إذا قاموا بجهدهم، وهذا اللي نتمناه إن شاء الله.